السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسام العجمي من شركة جولد بلين. التسعير عاد إلى الانتظام في سوق الذهب، ورجعت الأسعار تكون موحدة أو شبه موحدة مرة تانية. بمجرد ما استقرت عملية التسعير، انخفض سعر الذهب مباشرة من بداية الأسبوع، وانخفض من مستويات فوق ال 4000 جنيه للجرام عيار 21 لحد النهاردة سجل أقل مستوى تحت المستوى 3300 جنيه للجرام. طيب سريعا كده، إيه هي الأسباب اللي أدت لانخفاض في سعر الذهب بالشكل السريع اللي شفناه؟ عندنا في 3 عوامل حاليًا في السوق ساعدت إن الدهب ينخفض بمجرد عودة التسعير. الحاجة الأولى إن البنك المركزي المصري رفع الفايدة 200 نقطة خلال الأسبوع الماضي بهدف سحب السيولة النقدية من السوق، وطبعًا خفض معدلات التضخم. ده معناه إننا ممكن نشوف شهادات أو أوعية ادخارية بعائد مرتفع خلال الفترة اللي جاية. بالتالي في فئة كبيرة بتحتاج إنها تزود دخلها في الأوقات اللي إحنا فيها دي، وعلشان تحصل على عائد دوري سواء شهري أو ربع سنوي من الشهادات. ودي حاجة الذهب ما بيقدرش يوفرها، لأن الذهب هو عبارة عن مخزن للفلوس وبيحفظ قيمة الفلوس. الحاجة التانية إن في أخبار كتير انتشرت الأيام الأخيرة عن بيع أرض في رأس الحكمة، وعن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي علشان يرفع القرض المقدم لمصر من 3 مليار دولار إلى أكتر من 7 مليار دولار. بالإضافة إن في تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي عشان تكون نتيجة كده هو انخفاض في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بمقدار 15 جنيه تقريبا. وطبعا تسعير الذهب اتأثر بهذا الانخفاض لأنه زي ما احنا عارفين بيتسعر بسعر السوق الموازي. الحاجة التالتة إن في ناس كتير باعت الذهب من مستويات ال 4000 جنيه للجرام، ومستويات ال 4100 وال 4200. البيع كان بسبب توقعات إن هيحصل نزول في السعر بعد التغيرات في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، أو إن في ناس كانت محتاجة سيولة خصوصا بعد موجة الغلاء الأخيرة في الأسعار واقتراب شهر رمضان. فأيا كان السبب اللي خلى الناس تبيع الذهب الأيام الأخيرة دي، كان في فعلا وفرة من المعروض من الذهب أدى إلى انخفاض هذا السعر. طيب حاليا السعر بدأ يتماسك من تاني، وبعد ما وصل تحت مستويات ال 3300 جنيه، حاليا رد تاني إلى مستويات ال 3500 جنيه تقريبا. عندنا كمان دولار الصاغة أصبح أعلى من دولار السوق الموازي بمقدار 5 أو 6 جنيه. طب ده معناه إيه؟ معناه إن يا إما المعروض من الذهب قل تاني، أو إن في عمليات مضاربة في السوق بهدف إن الذهب يتماسك سريعا ويرد تاني لفوق. الفترة دي بشكل عام هنشوف تذبذب كتير في سعر الذهب، صعود وهبوط، وممكن نشوف نزول تاني في السعر علشان يقترب من مستويات ال 3000 جنيه للجرام. وخصوصا لو حصل تعويم في سعر الصرف، أو شفنا أخبار تانية اتسربت، أو حصل إن سعر الدولار في السوق الموازي رجع ينزل تاني. ففي أكتر من عامل ممكن يساهموا إن سعر الذهب ينخفض أكتر خلال الفترة الجاية، أو يعني بأقصى تقدير ممكن يشهد تذبذب. بس الأكيد في الموضوع إن منطقة ال 4000 إلى ال 4200 جنيه للجرام مش هي دي القمة النهائية للذهب حتى الآن. الأوضاع النقدية والاقتصادية في مصر لسه ما شفناش فيها حلول، وبالتالي كل اللي هنشوفه من تذبذب أو انخفاض أو تراجعات في سعر الذهب خلال الفترة الجاية هيظل ضمن التصحيح السلبي للسعر. وبعد كده هنشوف السعر هيرد تاني، وغالبا هيخترق القمة اللي سجلها قبل كده. فبنقول اللي باع الذهب الأيام الأخيرة لسبب أو لآخر قدامك فرصة للشراء من جديد مع التراجعات اللي ممكن يشوفها الذهب حاليا أو خلال الفترة الجاية. واللي مرضاش يبيع وتمسك بالذهب بنقول له ما تقلقش، دورة السعر هتلف وهترجع لك تاني. ولنا في المستوى 2800 جنيه للجرام عبرة خلال السنة اللي فاتت، لما السعر نزل لحد ال 2150 ورجع تاني ووصل للمستويات اللي احنا بنشوفها حاليا. أتمنى أكون قدرت أوضح لحضراتكم بعض الأمور الموجودة حاليا، وشكرا جزيلا لكم.